تعالوا نحكي عن الجندي المصري او المصريين عامه. مش عشان احنا مصريين وبنحب نمدح في نفسنا، بالعكس احنا عندنا بلاوي واول ناس ننتقد عيوبنا وسلوكياتنا. لكن وقت الجد وتحت الضغط بيظهر فينا حاجات مش عند اي حد تاني، زي الصبر، قوه عند اللزوم، كوميديتنا السوداء، الشهامه، التضحيه، العطف، وحده وقت الشده، وكمان عقيدتنا اللي ما بتهزناش. الحاجات دي مش مجرد كلام، دي ظهرت في مواقف حقيقيه على مر الزمن. اللي هتشوفوه دلوقتي هو مجرد عينه من حقبه معينه فيها بطولات وتضحيات اسطوريه غير معروفه في كل المواقع والمجالات، وفيها التفاصيل يمكن محدش يصدقها وسمع عنها. خلونا نعيش القصص دي سوا. كل قصه فيها حاجات كتير ممكن نتعلمها وتفرق معانا دلوقتي. قصص بنحاول نخليها بصريه على قد ما نقدر عشان تعيشوا اللي حصل وتتخيلوا معانا. وخلي بالكم، هدفنا مش الانتاج الضخم، هدفنا نحكي حكايات حقيقيه ما نتخيلهاش، قصص يمكن ما حدش سمع عنها قبل كده او اتقدمت بالشكل ده. انا نطيب ملاح جوي غير من القوات الجويه المصريه، هكون معاكم في القصه دي وهحاول احكيها لكم باختصار على قد ما اقدر زي ما شفتها وعشتها. في 73 وبعد العبور وصلت معلومات استخباراتيه بتاكد وجود تمركز كبير للعدو ومنطقه دعم لوجستي خلف خطوطه في منطقه بلاعيد. الاوامر شل حركه الامداد وقطع السكه على تموين القوات الاماميه. الهدف كان واضح، السرب بتاعنا كان معاه مجموعه من الصاعقه من وحده 39 قطاع، دول اللي كانوا مسؤولين عن الرشاشات اللي في الفتحات. مش عايز ابان ان انا ببالغ ومش عشان انا مصري، بس بطنطهم بتتكلم. اول لما دخلوا الطياره حسيت ان انا قدام وحوش، رجاله طول بعرض، قديم وسلاح في كل حته. الواحد فيهم يقدر يثبت كتيبه كامله لوحده، ظهرك مسنود برجاله ما بتهزرش. صدرت الاوامر لتجهيز اكتر من سرب، يتحركوا من محاور مختلفه ويتمركزوا في مواقع قريبه من الضفه. لكن التنفيذ الحقيقي للعمليه كان هيتعمل بسرب واحد بس، والباقي دورهم دعم او تدخل احتياطي في حاله فشل التنفيذ لا قدر الله او تغيير في ظروف الميدان. احنا اتحركنا من مطار الماظه ووقفنا في مطار درع رضا للتموين، اللي فيها نزل برضه جزء من قوات الصاعقه اللي معانا لمهمه تانية، ودي لوحدها قصه من القصص اللي لازم هنحكيها لكم في الحلقات اللي جايه. واتفضل معانا الجزء المسؤول عن الرشاشات. انا متحمس قوي وجاهز ان انا استشهد، بس الحاجه الوحيده اللي خايف انها اني اتاثر من ولاد دول. يا عم بعد الشر، وانت دايما كده. هنرجع كلنا مع بعض سوا ان شاء الله. لا قمر ولا نجمه ولا حتى ضي من بعيد، بقينا فوق الساعتين طيران على الواطي. الليله دي الدنيا كانت كحل، كنا شايفين بعض بالعافيه ولسه مفيش حاجه، بس احنا عارفين الهدف هنا، الخرايط قطعه هو هنا، متاكدين اننا في المكان الصح. حساباتنا كانت مظبوطه ودقيقه، بس مستخبيين زي الشيطان. بس اي نقطه نور نشوفها كنا مستعدين نضرب عليها عشان اول ضربه تبقى مؤثره قبل ما دفعاتهم تصحى وتتعامل معانا. لو حد شاف حاجه يقول لي. الدنيا كحل، مش شايفين حاجه. يا رجاله الوقود قرب يخلص، كله يرجع للقاعده فورا. انا هاخد لفه كمان لوحدي، يمكن الاقي حاجه وبعدين ارجع. معاك يا فندم، هنكمل مهمه يا نرجع سوا. معاك يا فندم، حد فيهم نرجع ان شاء الله. اوقات من سبب صغير جدا ربنا يفتح لك بيها طريق لهدف عمرك ما كنت متصوره. ايه النور ده؟ ده في حد بيولع سيجاره. يمينك يمينك. تمام، احنا شايفينه من ناحيتنا هنا كمان. عدلنا التسكيل بتاعنا ناحيه الشمال. خلاص اديله ولاعه تساعده. اضرب كل حاجه على النور ده حالا. على بركه الله يا رجاله. وفي اللحظه دي رمينا صواريخنا الجانبيه والرجاله ما استنوش لحظه. وفي نفس الثانيه كله فتح النار مع بعض، الرصاصات شبعت المكان رصاص، واللي في مكانه اتثبت على طول في مكانه. يلا يا ولاد عرفونا. يا ولاد يمينك يا ندى، يمينك يا ندى، هنا يلا. الله اكبر، الله اكبر.
واول ما عدينا من فوق المعسكر رجاله الصاعقه سيبوا براميل النبال وتنزل، ومع كل برميل السماء ولعت والارض اتشقت نار. يا جماعه يا جماعه، لازم تشوفوا المنظر ده، والله ولا احسن مخرج يعمله. احنا لسه في التشكيل، اثبت مكانك. خد بالك خد بالك، له صاروخ جاي. واحنا بننسحب كانوا بيضربوا علينا من كل ناحيه. فرقوا شويه، كل واحد يناول لوحده، وبعدين نجمع على اتجاه الشمال زي الخطه. في مدفعيه قدام، نازل وطي شويه. عدي اليمين حالا. على وضعك على وضعك، بعد ثانيتين نرجع على الخطه. نار تقيله من تحت. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. نار جايه من يمينك، نار جايه من يمينك. ضربنا في الجنب، لسه مكملين. ضغط شويه، في رش جامد تحتنا. المهمه خلصت، كله يرجع على القاعده فورا. خمسه ولا راجع شمال. هنقفل وراك. رجاله، حد محتاج سجاير بعد ما تتم؟ لا يا فندم، انا كده تمام قوي. تمام يا فندم، ناوي ابطل من النهارده. الطيارات بتاعتنا كلها تعرضت لاصابات بطلقات مباشره، مش محتاج اوصف شكلها، الاهم انها كملت ورجعت الحمد لله، ما عدا طياره واحده للاسف. اصابتها كانت قويه، كملت معانا وفجاه اختفت واتقطع الاتصال. قائد السرب حاول يلف وينزل مستوى هوطه ونطلب منه على الجهاز انه يشغل البلينكر، لكن للاسف اختفت تماما. ابطال الطياره دي بقى قصتهم لوحدها حكايه، نزلوا وقتلوا على الارض وتعرضوا لتجربه صعبه جدا، ودول برضو ليهم حلقه لوحدهم. كلهم رجعوا بعد شهور طويله، بس في ابطال كتير راحوا وما رجعوش. والاغرب بقى ان الطيار اللي كان دايما يقول استشهد احسن ما اتاخد اسير هو اللي كان فيها. وزي ما بيقولوا اللي يخاف من العفريت يطلع له، بس المره دي العفريت اتبهدل لما شافهم. الجندي المصري ايمانه واضح، يا نصر يا شهاده، ما يعرفش غير النهايتين دول. واحنا مش محتاجين نكرر بقى الكليشيهات بتاعت الشجاعه والتضحيه، لأن اللي عايز يتأكد يفتح أي صفحة من التاريخ ويشوف بنفسه. النهارده لأول مرة بنحاول نوثق قصصنا في حلقات وثائقية درامية قصيرة، صور ولقطات قديمة اتولدت من جديد، اتحركت واتحيت. في منهم أبطال لسه عايشين، وفي منهم اللي استشهدوا، بس اللي متأكدين منه إن بطولاتهم باقية. كل ده إن شاء الله هنوثقه ونحييه بأحدث تقنيات الذكاء الصناعي. قصص وبطولات ظهرت، ولسه قصص وبطولات تانية هتظهر وتتكتب. قصص هتفضل تدفعنا دايما لقدام رغم كل المعوقات. احنا 100 مليون جاهزين ولسه مكملين، ودايما مصر هي السند والظهر وركيزة المنطقة كلها. وتحيا مصر وتحيا